مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم في قناه بلوت تويست. والفيلم اللي هنتكلم عنه النهارده هو فيلم اهل الكهف. قصة فيلمنا بتحكي إن في وقت الحكم الروماني كان في اضطهاد كبير جدا من الرومان على المسيحيين، وكان بيتم تعذيبهم بصور كتيرة وكبيرة جدا، وكان بيتم قتلهم. وبيكون في مجموعة من الأشخاص المؤمنين بالمسيحية ولكن متخفيين، وده علشان هما شخصيات مهمة في البلد وفي الحكم الروماني. فبيعرف ملك الرومان ده وبيبقى عايز إن هو يقتلهم. فيلمنا على حسب معلوماتي هو اتوقف وتصور كتير جدا، ومن كتر السنين دي في نص تصوير الفيلم الفنان جميل برسوم توفى، وده للأسف أثر جدا في أحداث الفيلم. تاني معلومة عن الفيلم، والفيلم أظهرها في بدايته وقالها صراحة، إن الفيلم لا علاقة له بالقصة الأصلية بتاعة أهل الكهف، ولكن مجرد إن هو مستلهم أفكار منها. نخش بقى على المميزات والعيوب بتاعة الفيلم، بس مبدئيا كده خلينا متفقين إن عيوب الفيلم أكتر بكتير جدا من مميزاته، فعلشان ما تتخدعوش في مميزات استنوا لحد آخر الفيديو. مبدئيا كده يا جماعة، الكادرات والتصوير بتاعة الفيلم عبارة عن تحفة فنية، أنا مشوفتش كده في الأفلام المصرية من زمان جدا. حرفيا أقدر أقول إن الفيلم ده بيتفوق في الكادرات وفي التصوير على كل الافلام المصريه اللي انا شفتها، وممكن كمان كتير جدا من الافلام العالميه والاجنبيه. تاني حاجه في المميزات بالنسبه لي هي تصميم المعارك والحروب، ودي بصراحة أقل ما يقال عنها إن هي كانت تحفة فنية. حرفيا أنا مشوفتش زيها قبل كده في الأعمال المصرية خالص، أنا ممكن أكون شفت زيها في الأعمال الأجنبية زي فايكنجز وجيم أوف ثرونز. تالت ميزة والأخيرة معانا هي الموسيقى التصويرية. بصراحة يا جماعة الموسيقى التصويرية كانت حلوة جدا وكانت عجباني جدا. ننتقل بعد كده على العيوب، وبصراحة يا جماعة الفيلم ده مليان عيوب. مبدئيا كده التمثيل، هو ايه ده يا جماعه؟ انتوا كلكم فنانين كبار وفنانين ليهم اسمهم التقيل الكبير جدا. حرفيا كل الكاست ده ما كانش فيه غير اتنين بس اللي ادائهم يعتبر مقبول، ما وصلش حتى للجيد، وهم محمد ممدوح وغادة عادل. حرفيا بقيه الطاقم كلهم من ممثلين كبار لكومبارسات ادائهم كان سيء ورقيق. وحاجه تانية في العيوب هي السيناريو والحوار. بصراحه ايمن بهجت قمر في الفيلم ده ما قدرش ان هو يعمل حوار كويس يشدنا ناحيه الفيلم ويخلينا عايزين نسمع الحوارات اللي موجوده فيه. القصه بصراحه كانت خرافيه، القصه كانت حلوه جدا، بس ليه تضيعوا قصه زي دي وافكار زي دي مختلفه وجديده في سيناريو سيء زي ده؟ تالت حاجه هي الاستعجال. جماعه كان باين جدا ان في استعجال ولهوجه غريبه ورهيبه في الفيلم ده، مع ان هو اخد وقت كبير جدا في التحضير ليه. عارف لما تكون مش مذاكر اي حاجه وليله الامتحان لازم تخلص بسرعه جدا كل المنهج علشان تقدر ان انت تنجح في الامتحان؟ ده حرفيا خلاصه فيلم اهل الكهف. اخر عيب معانا وهو الاهتمام بالتفاصيل. بصراحه الاهتمام بالتفاصيل في الفيلم ده كانت سيئه جدا. كمثال محمد فراج وشخصيته التوأم، يا جماعه محمد فراج طلع بدورين في الفيلم ده. حرفيا كان محمد فراج وهو بيتكلم مع شخصيته التوأم ما كانش باصص لها اصلا. وحاجه تانية، في احد المشاهد بتاعه الحروب والاكشن في مشهد بان الملابس الداخليه بتاعه ممثل وكان لابس كوتونيل. يا جماعه انتوا متخيلين الفكره؟ ننتقل بعد كده على فقره تقييم الممثلين. نبتدي مع محمد ممدوح. محمد ممدوح في الفيلم ده هو الوحيد اللي اشتغل بضمير جدا في الفيلم ده، ومع ذلك اداؤه ما كانش كويس خالص، وده بسبب اللهوجه والسيناريو السيء. تقييمي ليه هو 6.5 من 10. بعدها نروح لخالد النبوي، ومع اني بحبه جدا وبحب اغلب ادواره جدا بس تقييمي ليه هو 5 من 10. احمد عيد ومحمد فراج تقييمي ليهم هو للاسف 4 من 10. غادة عادل برده كان دورها كويس وادته بشكل مقبول نسبيا، وتقييمي ليها هو 7 من 10. فيلم اهل الكهف هو فيلم جيد جدا وممكن يكون ممتاز تقنيا، لكن تمثيليا وكسيناريو وكحوار وككل حاجه تانية هو فيلم سيء. ايقاعه بطيء جدا وتمثيل اغلب الممثلين فيه رقيق. تقييمي لفيلم أهل الكهف هو 5 من 10. ونيجي في الآخر على فقرة ترشيحات شبه الفيلم ده. لو عايز تشوف أفلام شبه فيلم أهل الكهف ولكن أفضل منه بدرجات كبيرة جدا، أنا معايا ليك ترشيحين. أول ترشيح هو فيلم جلاديتور، تاني ترشيح هو مسلسل فايكنجز. سؤال الحلقة، إيه اللي خلى الفيلم ده يطلع بالمستوى ده من وجهة نظركم؟ استني آرائكم في الكومنتس. وفي الآخر أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية، وسلام.